كنا اتكلمنا عن 10 خطوات لو راعيتهم في اعلان الرسائل هينقلوا اعلان الرسائل بتاعك لحتة تانية خالص. وكنا عرفنا كمان ازاي نعمل اكونت بيزنس وليه لازم نشتغل من اكونت بيزنس مش من البرسونال اكونت. دلوقتي بقى جاهزين اننا نبدأ نعمل اعلان؟ السلام عليكم، انا وائل وصفي. لو شفت الفيديوهات اللي فاتت اللي بنتكلم فيها عن ازاي تنشئ اكونت بيزنس والنقط اللي انت لازم تراعيها وانت بتعمل اعلان، دلوقتي بقيت انت جاهز ان انت تروح تعمل اعلان مباشره. يلا بينا نروح نعمل اعلان على طول دلوقتي. طيب احنا كده رحنا للادز مانجر. دلوقتي احنا عايزين نبدا نعمل اعلان. هنروح نعمل كرييت، المربع الاخضر اللي منور ده نروح نعمل كرييت. هنا دي اهداف الحملات الاعلانيه. اتكلمنا برده في الفيديو اللي انت لازم تراعي فيه بعض النقط وانت بتعمل اعلانات. اتكلمنا فيه عن اهداف الحملات الاعلانيه للرسائل، يعني احنا اختصينا الاعلان بتاع الرسائل واتكلمنا ان احنا ممكن ننوع ما بين انجيجمنت وسيلز، وسواء اشتغلت على الطريقه دي او الطريقه ديت في طريقه عمايل الاعلان الاثنين واحد. وطبعا في النتائج انت هتعمل تيست ما بين الاثنين. نروح انجيجمنت كونتينيو. هنا جايب لك تختار ما بين حملتين الرسائل. طبعا احنا هنروح لمانوال لان انت عايز تعمل كل حاجه بايدك. كونتينيو. كده هو فتح لنا ان احنا نبدا نعمل حمله اعلانيه. فتح لنا الكامبين والاد سيت بتاعتها والاد بتاعها. طبعا برده النقطه بتاعه كامبين والاد سيت والادز والحاجات دي كلها هتلاقيها برده في الفيديو اللي انا سايبه لك في الديسكريبشن. مهم جدا تشوفه لانه هيوفر عليك حاجات كتير وهيخليك داخل تعمل اعلان وانت فاهم. هنسمي الكامبين، يعني مثلا هنسمي الكامبين احنا بنعمل مثلا معرض فرنتشر. الكاتيجوري ديت انت بتحددها لو انت بتعمل على انتخابات او توظيف او كريدت، اي حاجه فيها اموال او كده. انما غير كده انت بتشتغل عادي، ما عندكش اي مشكله ان انت تحدد دي اصلا، فانت انساها خالص. في الاي بي تيست. الاي بي تيست ده لما انت بتبقى عايز تعمل اختبار او تيست ما بين اعلانين، لكن برضو انساها خالص لان احنا بنشتغل عليها مانوال افضل. هنلاقي هنا ادفانتج كامبين بادجت. الادفانتج كامبين بادجت بتبقى عباره عن ان انت لو فتحتها بيجي لك الميزانيه، ان انت تحط الميزانيه هنا. وانت ما بتبدا تحط الميزانيه هنا بتبدا الفلوس بتتوزع ما بين الاد سيت اللي تحتها. يعني انت الكامبين بيبقى تحتها اكتر من اد سيت. الاد سيت ديت الفلوس انت بتحطها في الكامبين ونقول للفيسبوك والله وزعها بمعرفتك بقى على الاد سيت الكسبانه. طبعا انت لو في المرحله الاولى ولسه بتعمل اعلان ولسه ما عملتش تيست ولا وصلت للنتائج ولا اي حاجه، انت هتقفلها وهتبقى انت مش محتاجها دلوقتي. بعد ما قفلناها هنلاقي النقطه بتاعت الميزانيه او المكان اللي انت بتحدد فيه الميزانيه اختفى واتنقل للاد سيت. فبقى كل اد سيت انت بتعملها تحت الكامبين مستقله بالميزانيه بتاعتها، بتقدر توزع الميزانيه بتاعتها على الاعلانات بس اللي في الاد سيت دي، ملهاش دعوه بالاد سيت الثانيه، فبقت مستقله بالميزانيه بتاعتها. وطبعا انت بتعملها لو انت عايز تعمل تيست ما بين اكتر من جمهور واكتر من استهداف، فانت بتبقى لسه بتعمل تيست وعايز الاد سيت تاخد حقها، تصرف المبلغ كامل بحيث ان انت تكون فكره وتعرف ايه الاودينس اللي شغال معاك او ايه البليسمنت اللي شغال معاك او ايه ايا كان الاختلاف اللي انت هتعمله في الاد سيت دي عن الاد سيت الثانيه. هنا طبعا الاسم، طبعا مهم جدا تسمي الاد سيت والكامبين عشان خاطر ما تحتاج ترجع لها تعرف ترجع لها. احنا هنسميها دلوقتي، خلينا بس نعمل السيتنج بتاعت الكامبين وبعد كده نرجع، مفيش مشكله خالص نسميها على حسب السيتنج اللي احنا عملناه. هيقول لك انت عاوز التحويل يكون فين، هتقول له على المسجنج ابس، احنا عايزينه على تطبيق الرسائل. هنا هتخليها كليك تو مسج. كليك تو مسج ديت ان العميل هو اللي يشوف الاعلان مهتم بيه فيضغط فيخش يبعت لك هو الرساله، فهتبقى كليك تو مسج. سبونسر مسج دي الرساله هي اللي بتروح للعميل، انما احنا هنخليها كليك تو مسج. هنا بيقول لك ايه الصفحه اللي انت تعلن عليها. طبعا انت بتعلن الاكونت بيزنس فهيبقى في اكتر من صفحه في الحساب الاعلاني، فانت هتختار الصفحه زي مثلا اي صفحه. هيقول لك انت هتستقبل فين، فانت هتقول له والله انا هستقبل على تطبيق الرسائل الماسنجر. ممكن تستقبل على الماسنجر، ممكن تستقبل على الانستجرام، ممكن تستقبل على الواتساب، اي حاجه منهم ممكن تستقبل عليها رسائل، لكن احنا خلينا في تطبيق الماسنجر. هنا الجول انت هتقول له انا عايز اكبر نسبه من المحادثات، هنسيبها زي ما هي كده اللي هي ماكسمايز نمبر اوف كونفرزيشن. بعد كده احنا مش محتاجين نغير اي حاجه هنا. بعد كده هنبدا بقى نحط الميزانيه. طب انت عايز الميزانيه بتاعتك كام؟ هنقول له مثلا الميزانيه احنا عايزينها
500 جنيه. الاعلان هيبدا امتى؟ الاعلان هيبدا دلوقتي، مسافه ما احنا بنعمله الاعلان عايزينه يبدا. عايز تحط تاريخ انتهاء للاعلان متعلم على دي وتحط تاريخ انتهاء، لكن انا ما بفضلش اعمل كده. ليه؟ جايز مثلا انا عايز اعمل اعلان 10 ايام او 15 يوم، الاعلان بقى كويس واشتغل كويس وبقى يجيب رسائل، والرسائل بتجيب مبيعات والدنيا بقت حلوه، فانا هبقى عايز اسيب الاعلان شغال. فانا ما احطش نفسي في مأزق ان انا عايز اخش اعدل على الاعلان وقت، لا، انا اسيب الاعلان مفتوح، ووقت ما انا احتاج اقفله بخش اقفله مانوال بايدي. هنا بيقول لك لو انت عايز تجدول الميزانيه، بمعنى ان انت دلوقتي لو انت عايز تعمل سكيل على الحمله، عايز تحط رقم يزيد في اليوم، يعني انا مثلا كل يوم زود لي على الحمله ديت 50 جنيه زياده على الحمله ديت، بس طبعا احنا ما بنعملش كده، يعني دي احنا هنلغيها خالص. ليه؟ لان انا لسه بعمل الاعلان وانا مش عارف الاعلان هيشتغل كويس ولا لا. والله لو الاعلان اشتغل كويس ممكن انا ابقى اعمل سكيل مانوال برده بايدي، او ان انا ازود الميزانيه في الاعلان بايدي. اودينس كنترول، دلوقتي بقى انت تقدر تتحكم في الاودينس. تمام؟ هتقدر تتحكم في الاودينس ازاي؟ اللوكيشن مثلا، انا شغال فرنتشر مثلا، هشتغل في القاهره، نقفل ونقول له والله احنا عايزين نشتغل في القاهرة، بس احنا مش محتاجين ان احنا نشتغل في مصر كلها، احنا الخدمة بتاعتنا بنقدمها او المنتج بتاعنا بنبيعه في القاهرة. تمام؟ طبعا في بعض الناس هتلاقي عندها الشكل القديم للاودينس، وبعض الناس هتلاقي عندها الشكل الجديد. في كلا الاحوال مفيش فرق كتير، هنعملها هنا وهنرجع برضو للشكل القديم نعملها. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين الادفانتج اودينس. ايه الادفانتج اودينس ديت؟ هي بتبقى عباره عن ان هو داخل فيها ذكاء اصطناعي شويه. الفيسبوك بيقول لك اسمح للتكنولوجي بتاعتي اللي هي الخوارزميات بتاعتي انها انت تحدد لها الجمهور، بس لو لقيت جمهور تاني بيتفاعل ممكن تروح له. هو بيقول لك خلي بالك، اهم حاجه بالنسبه لي الجمهور اللي البروفايل بتاعه انت محدده، يعني الجمهور اللي التفاعلات بتاعته او البروفايل بتاعه بيتفاعل عليه بالطريقه اللي انت محددها. بس لو لقيت جنبه جمهور تاني بيجيب نتائج كويسه اسمح لي اشتغل عليه. ودي برضو يعني انت بتسيبها في حالات، وفي حالات تانية انت بتبقى مش محتاج ان انت تسيبها. ليه؟ دي كلها بترجع للطريقه اللي انت بتعمل بيها الاعلان، او انت عايز ايه بالظبط من الاعلان. طب انا عايز احط برضو اقتراحات للجمهور، ما تعمليش انت كل حاجه، انا احط بعض الاقتراحات وانت خلي التكنولوجيا بتاعتك يا سيدي تدور، بس انا محتاج احط بعض الاقتراحات. انا الادسيت ديت عايز اعمل الجمهور بتاعها من 23 سنه ل 40 سنه. الاول جندر ديت اللي هي انت، طب انت عايزهم رجاله بس ولا ستات بس؟ تمام، انا عايزهم رجاله وستات. طيب تمام. طيب انت عايز تحط اي حاجه ثانيه في الاهتمامات؟ ايوه، انا بدور على المخطوبين، ريليشن شيب انجيجد. بعد كده خلاص انا عملت الجمهور بتاعي وما فيهوش اي مشكله. طب لو انا الشكل بتاعي القديم، او انا مش عايز الذكاء الاصطناعي يتدخل خالص، انا اعمل كل حاجه يدوي بايدي، هتعمل سويتش تو اوريجينال اودينس. هتقول له انا عايز اوريجينال اودينس زي ما كانت بتتعمل، اعملها بايدي. هيفتحها لك الاودينس القديمه هي، هتقوم حاطط القاهره من 23 ل 40 اول انجيج برضه بنفس الطريقه، بس الفرق ان انت قفلت الاستهداف بالذكاء الاصطناعي. هتحط المدينه القاهره دي الاول كاستم اودينس اهيت. لو انت ما تعرفش يعني ايه كاستم اودينس هتلاقيها برضه في الفيديو اللي انا قلت لك عليه اللي هسيبه لك في الديسكربشن، بنتكلم فيها ازاي تعمل ريتارجت وازاي تعمل لوكالايك اودينس بالتفصيل. ولو عايزين نتكلم عليهم بسرعه كده، الريتارجت دي جمهور بنبقى استهدفناهم قبل كده وعملوا اكشن، سواء بعثوا لك رسائل قبل كده، عملوا اكشن على الصفحه، عملوا اكشن على اكونت انستجرام، المهم عملوا اي اكشن، اتفرجوا على فيديو وانت بتعيد استهدافهم تاني. طب واللوكا لايك اودينس دول جمهور شبه جمهور استهدفناهم قبل كده وتفاعلوا معانا. يعني دلوقتي احنا عندنا جمهور استهدفناه قبل كده وعمل اكشن كويس، احنا جبنا الجمهور ده وقلنا للفيسبوك جيب لنا لوكا لايك اودينس منهم، اللي هو ايه؟ اللي هو جيب لنا ناس شبههم، تفاعلاتهم شبه الجمهور ده. فده معنى اللوكا لايك اودينس والريتارجت. وبرده لو عايز تفهمهم اكتر هتلاقي فيديو في الديسكربشن تحت مهم جدا ان انت تتفرج عليه. كده احنا عملنا الاودينس. بعد كده هنروح اخر حاجه معانا في صفحه الاد سيت اب، البليسمنت. احنا بنعمل ايديت البليسمنتس برضو ادفانتج او مانوال. الادفانتج ديت انت بتقول للفيسبوك والله اعرضها لي في كل المنصات بتاعتك او في اي مكان انت شايف انه يجيب نتيجه. وبرضو هو بيقول لك يعني ايه موصى بيه، يعني ريكومندد، هو بينصحك تعمل كده وهو هيدور ويعرف الجمهور فين ويجيبه لك. تمام. في مانوال، المانوال دي بتستخدمها امتى؟ لو انت عايز اماكن معينه، يعني فيسبوك، انستجرام، ماسنجر، اودينس نتورك. وبرده البليسمنت احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل في الفيديو اللي في الديسكربشن، فضروري جدا تروح تشوف. بعد ما حددنا البليسمنت، حتى انت لو وقفت على كل بليسمنت هيبدا يظهر لك الاماكن بتاعه البليسمنت ده. هنروح خلصنا البليسمنت، احنا مثلا هنسمي هنا، طبعا مهم جدا جدا نسمي الاد سيت اب بتاعنا
هنسميه مثلا engaged من 23 ل 40 كي. تمام، احنا كده سميناه بالحاجات اللي احنا كتبناه فيها عشان يبقى واضحه بالنسبه لنا ونعرف نوصل لها وقت ما نحب. بعد كده نروح نيكست على الاعلان بتاعنا. احنا زي ما وصينا ان احنا الادست الواحده بنعمل فيها اكتر من اعلان عشان خاطر ندي حريه للفيسبوك انه يتنقل ما بين الاعلانات ويشوف الاعلان الاحسن ويجيب لنا النتائج بتاعته. فاحنا هنبدا اول اعلان مثلا هنقول الاعلان ده احنا هنعمله ايه؟ ايمج، صوره. تمام. بارتنرشيب اد. البارتنرشيب اد ديت لو انت في حد مشهور او كده بتعمل معاه اعلان وعايز تعمل له اون وتبدا يظهر الاعلان ما بين صفحتك وصفحته، بس خلينا دلوقتي احنا مش بنعمل بارتنرشيب مع حد من المشاهير. بعد كده بيظهر لك الصفحه واكونت الانستجرام المربوط بيها. وبعد كده دلوقتي عندك خيارين، ان انت تعمل الاعلان مباشره من هنا كرييت اد، هتعمل الاعلان من هنا، ولا انت في اعلان موجود على الصفحه او في بوست موجود على الصفحه عايز اعمل له اعلان. هتعمل الاعلان من هنا، هيبقى الاعلان دارك مش هيظهر على الصفحه لكن هيظهر للجمهور. وفوائد الاعلان دارك ان انت ممكن تبقى عامل عرض لجمهور مخصص انت مش حابب الاعلان كل اللي على الصفحه يشوفه او اللي يخش على الصفحه يشوفه، لا ده انت عامله مختص بيه جمهور معين او فئه معينه عامل لهم عرض معين. طب انا لو عملت اعلان دارك مش هينفع اظهره على الصفحه بعد كده؟ لا هينفع تظهره على الصفحه. ليه طريقه برضو تظهره على الصفحه ابقى اوريها لك. او في بوست على الصفحه انا عايز اعمل عليه اعلان، فاحنا هناخد مثلا البوست اللي على الصفحه وبعدين بنشيل دي المالتي ادفرتايزر ديت. والله دي ان انت تقدر تعلن مع اكتر من معلن في بوست واحد، واحنا طبعا ما بننصحش بيها. هو الفيسبوك بينصح بيها عشان خاطر يوفر مساحات اعلانيه لعدد معلنين اكتر فيكسب فلوس اكتر. احنا ما بننصحش بيها لان انت بتعمل اعلان وبتصرف فلوس مع عميل تاني منافس او ايا كان النشاط بتاعه في نفس البوست، فانا ما برشحش دي ولا بحبها ولا بحب اعملها. تمام. احنا اخترنا بوست يكون موجود وهنعمل سيلكت بوست، وتقدر تختار ايا كان البوست اللي انت عاوزه وتعمل كونتينيو وتلاقي البوست نزل هنا، وتعمل الكول تو اكشن. هنا بيقول لك الكول تو اكشن لازم يكون مسج، فانت هتعمل الكول تو اكشن مسج، فهو بيعمل ابديت على البوست وينزل الكول تو اكشن اللي هو سند مسج. تمام. طيب انا عايز اعمل اعلان جديد، مش عايز اعمل اعلان او بوست من على الصفحه. بسيطه جدا، هنقوم شايلين دي وعاملين كرييت اد. لا احنا اللي عايزين نعمل الاعلان. تمام. ونشيل دي برضو. خلي بالك الفيسبوك بيبقى مصمم دايما يعلمك عليها، بس يعني ايه ما تنساش تشيلها دايما. وبعد كده اد ايمج، وبعد كده بنعمل ابلود للايمج، وبعد كده هنختار الصوره اللي احنا عايزين نعمل عليها الاعلان. اخترنا الصوره ونكست ونعمل اوريجينال. انك لو انت سبتها باي طريقه كده هتلاقيها مقصوصه والكلام مش باين او كده، فانت هتعمل اوريجينال، تتاكد انه معمول اوريجينال كل حاجه، ونكست. وتسيب الاوبتمايزيشن هنا معمول بحيث ان هو يضيف لك مزيكا او يضيف لك اي حاجه في الحاجات اللي بيكون عليها مثلا في فيديو او كده. تمام. ممكن تسيب الاوبتمايزيشن موجود وتتك دون. طيب كده الاعلان محطوط في كل البليسمنتس اللي ممكن يعلن فيها. طيب احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن البليسمنتس وان كل بليسمنت موجود بيبقى له مقاس معين. تمام. فخلينا نروح على الستوريز مثلا. الستوريز هنلاقي الصورة مش كاملة، هنلاقي الصورة عبارة عن صورة ومن فوق فاضية ومن تحت فاضية. هو الفيسبوك ممكن يعمل لها شكل جمالي كده انه يخلي اللون نفس لون الصورة، لكن والله طب انا مجهز صورة بالطول تاخد مقاس الشاشة كلها عشان يبقى شكلها حلو في الستوريز وفي الريلز، وده اللي احنا بننصح بيه. وعايز اغيرها منين؟ هنروح والله هيقول لك اهوت الفيدز والفيديوز ديت 10 مواضع ديت اللي هي الصوره المربعه عادي. تمام. دي ما فيهاش حاجه زي الفل. الستوريز والريلز بقى هنقوم عاملين احنا ايديت، وهنا بيجيب لك ايديت كل حاجه لوحدها او ايديت جروب. احنا هنعمل ايديت جروب لان كلهم مقاساتهم واحده، وهنعمل تشينج وابلود ونحط الصوره بتاعتنا. تمام. كده الصوره نزلت بمقاس الشاشه كامل، وهنتك سيف. هتلاقي دلوقتي بقت الستوريز عندنا في الانستجرام وفي الفيسبوك الستوريز والريلز بقت كامله بمقاس الشاشه. تمام. هنا بيقول لك التكست دي اللي هي الاد كوبي اللي هتظهر فوق البوست. تمام. انت هتبقى محضرها وهتكون كاتبها وهتكتبها تظهر لك فوق البوست، اللي هي بتبقى الكتابه اللي موجوده فوق البوست. الاد كوبي اللي موجود فوق البوست طبعا انت هتبقى محضر. انا خدت بوست على العموم كده كنا كاتبينه قبل كده، لكن انت بتبقى محضر. وبعد كده الهيد لاين اللي هو مثلا اشتري الان.
تمام. اشتري الهيدلاين بيبقى مكتوب هنا اهو، اشتري الآن. والديسكريبشن خصومات لفترة محدودة. طبعا انا مش بقول لك تكتب الهيدلاين ده او الديسكريبشن ده، لا، انت بتبقى محضر التكست اللي انت هتكتبها، الهيدلاين اللي انت هتكتبه، الديسكريبشن اللي انت هتكتبه، وبتبقى مجهز كل حاجه. بعد كده كول تو اكشن، طبيعي يبقى كول تو اكشن سند مسج، لان ده اعلان رسائل، فكول تو اكشن سند مسج. بعد كده بيقول لك المسج تمبلت، انت هتعمل مسج تمبلت ازاي؟ هتقوم دي المسج تمبلت، هتعمل ايديت وهتبدا تكتب مثلا اهلا، اي رساله ترحيبيه طبعا انت عايزها، وتحط مثلا الفول نيم عشان يكتب اهلا، واسم العميل، استفيد بعروضنا بمناسبه ايا كان المناسبه او العروض اللي انت عاملها بقى، الفرايدي مثلا، او خلينا نقول مناسبه راس السنه. تمام. وايا كان الرساله الترحيبيه اللي انت هتكتبها. الاسئله عشان ما اطولش عليكم، بس الاسئله يعني مثلا الاسئله هو ممكن الاسئله اللي تبقى انت عايز تكتبها ايه، هتقول له مثلا عنوان المعرض عشان تظهر هنا مثلا على طول عنوان المعرض، يعني انت تقوم كاتب عنوان المعرض هنا، تكتب له مثلا رقم تليفون المعرض، تقوم كاتب ارقام تليفونات المعرض هنا. هتبقى دي رسائل تلقائيه كده، هو لو اتك عليها تظهر له الاجابه على طول. افترضنا ان انت هنا كتبت كل الرسائل خلاص، والاجوبه اللي انت عايزها تبقى اوتوميتد، فخلاص تمام، بتتك سيف، بتسمي التمبلت عشان لو عايز ترجع له في اي وقت، وتتك سيف. طيب انا كنت عامل تمبلت قبل كده وعايز ارجع له، هتدوس تك يوز اكزيستنج، تختار التمبلت اللي انت كنت مسميه قبل كده، انت مسمي تمبلت قبل كده عايز ترجع له، هتلاقيه هنا في السيف تمبلت هنا. تمام. خلاص خلصت وكل حاجه وكل تمام. انا كده خلاص عملت الاعلان، عملت الجمهور، نظمت الاعلان بتاعي، وعملت التمبلت بتاع الرسائل، فبضغط ببلش. اول ما تتك ببلش خلاص انت كده نشرت الاعلان بيتراجع، ممكن يتراجع ويشتغل مباشره، ممكن يقعد ساعه 2 3. الفيسبوك نفسه بيقول لك ممكن توصل ل 24 ساعه، بس هي مش بتوصل ل 24 ساعه طالما انت الاكونت بتاعك معلوش مخالفات. بعد كده خلاص انا بعد ما ضغطت ببلش، دلوقتي احنا قلنا هنعمل اكتر من اعلان. طب اعمل اكتر من اعلان تاني ازاي؟ واحنا كنا قلنا الطريقه طبعا في الفيديو اللي انا بكرر كتير، معلش، بس لان انت لو شفته هيوفر عليك حاجات كتير قوي، لكن خلينا نقول سريعا. هتعمل دوبليكيت. تمام كده انت عملت دوبليكيت مثلا لنفس الاعلان، هتخلي الاعلان ده فيديو، هتروح هتمشي على نفس الخطوات. الاعلان دوت بدل ما تنشئ اعلان عادي، هتدلت الاعلان دوت بالكامل وتختار اعلان فيديو بنفس الطريقه. لا اما لو موجود عندك هنا، لو انت عامل له ابلود قبل كده هتلاقيه موجود عندك هنا، لو مش عامل له ابلود هتعمل له ابلود، وتروح تختار الاعلان الفيديو، وهتروح تختار ادي اعلان فيديو اهوت، هتلاقي الفيديوهات اللي ظهرت لك، هتروح تختار فيديو انت عامله وبس، وهيبدا ينزل لك هنا زي ما التاني ينزل لك بالظبط، وهتمشي على نفس الخطوات بالظبط. حتى لو عايز تبدل المقاسات بتاعه الريلز الفيديو طولي، هتلاقي برضه هتمشي على نفس الخطوات بالظبط. تمام. يبقى احنا كده عملنا اد سيت تحته اعلانين. طب احنا عايزين نعمل اد سيت ثانيه تحت نفس الكامبين، هنروح للاد سيت ونعمل دوبليكيت، هنقول في الاوريجينال كامبين في نفس الكامبين بنفس الاعلانات بنفس كل حاجه. تمام. وهنعمل دوبليكيت، هتنزل لنا الادسيت الثانيه بنفس الاعلانات بنفس كل حاجه بنفس الاعلانات اللي احنا عاملينها. هنقول له تمام، بس احنا عاملين الادسيت الثانيه عشان خاطر نغير في حاجه بسيطه في الاعلانات اللي هي الجمهور. هنغير في الجمهور ازاي؟ احنا دلوقتي مش عايزين المخطوبين بس، احنا دلوقتي عايزين كل المهتمين بالفرنتشر، لان الاول احنا قلنا بس نستهدف المخطوبين عشان خاطر بيبقوا عايزين يشتروا اوضه واثنين وثلاثه، فاحنا عايزين نركز عليهم باعلان لوحده، وهنعمل اعلان لكل المهتمين التانيين بالفرنتشر. وبرده لو عريس وعروسه الاهالي بيبقوا مهتمين، اللي بينقل بيت جديد بيبقى مهتم، فاحنا هنروح ونجيب كل المهتمين بالفرنتشر. تمام. وهنوسع العمر لحد مثلا 60 سنه. بس احنا في حاجه كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات برضو، اللي برجع اكرر كل شويه اقول لك لازم تشوفه، على الاوفرلاب. يعني احنا دلوقتي المهتمين بالفرنتشر، احنا عشان ما يتنافسش مع الاعلان الثاني، واحنا عاملين اعلان ثاني للمخطوبين، فاحنا هنقول له جيب لنا المهتمين بالفرنتشر ما عدا المخطوبين احنا كده كده عاملين لهم اعلان ثاني، فكده اصبحوا الاعلانين ده جمهور وده جمهور، فمش هيتنافسوا مع بعض ولا هيعلي علينا سعر الرساله. طب هنعمل كده ازاي؟ هنروح هنقول له والله اعمل لنا اكسكلود للمخطوبين كده. تمام. وكده احنا عملنا كل حاجه، ونروح نسمي الادسيت كل المهتمين بالفرنتشر من 23 ل 60
كايرو كده احنا سميناه بالحاجات اللي احنا استهدفناها او الحاجه اللي موجوده في الادسيت ده برده، والادسيت دوت تحتيه نفس الاعلانين اللي احنا عملنا كوبي للادسيت بيهم. ولو ضغطنا ببلش على الاعلان ده وببلش على الاعلان ده كده هنلاقي ان احنا بقى عندنا كامبين فرنتشر، كل كامبين فيها ادسيت وكل ادسيت فيها اعلانين ايمج وفيديو. تمام، ويبقى كده احنا عملنا الكامبين بتاعتنا وعملنا الاعلان بالكامل، وهيبدا في خلال ساعات ان ما كانش دقايق يبدا يشتغل الاعلانات وتبدا تشوف النتائج وتبدا تحلل النتائج وتبدا تحسن في الاعلانات بناء على النتائج اللي هتجيلك. وان شاء الله نعمل فيديو ازاي بتقرا الداشبورد بتاعت الاعلانات وازاي بتقدر تفهم نتائج الاعلانات، وازاي لو في اعلان فيه مشكله تعرف المشكله فين. هل المشكله في التصميم؟ هل المشكله في الاد كوبي في التكست اللي مكتوبه، ولا في الفيجوال في الصوره او في الفيديو؟ فاحنا ممكن من خلال الداشبورد نقرا البيانات ديت ونعرف كويس المشكله فين، وكمان نشتغل على اننا نحلها. وممكن نعمل ده في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبكده نكون عملنا اعلان من الاول للاخر. اتمنى تكونوا استفدتوا من اللي انا بقوله او انا عرفت اوصل المعلومه ليكم بشكل مبسط. ولو استفدتوا يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.